أهلا بكم متابعي قناة معلومة على الماشي في فيديو جديد ومعلومة جديدة. الحجارة الحية حجارة تتنفس وتنمو، هي بالفعل إحدى أغرب الظواهر الجيولوجية في الكوكب، وهي ظاهرة الحجارة الحية في رومانيا، والتي أطلق عليها السكان المحليون اسم تروفان، والتي تعني الحجارة التي تنمو. وتكونت تلك الحجارة قبل 6 ملايين عام، وكانت في البداية عبارة عن حصى صغيرة، ولكنها تحتاج للنمو 1000 عام لتنمو ما بين 3 إلى 4 سنتي، ولكنها وصلت في حجمها مع مرور الزمن إلى عشرات الأمتار. وعندما اتجه العلماء لدراسة تلك الصخور وجدوا أنها تتكون من الرمال الرسوبية والتي تحتوي على الكربون، وعند تساقط الأمطار فإن الرمال تترسب وتضغط على الكربون وتدفعه للخروج فيظهر في هيئة زوائد حجرية. وعند قيام الباحثون أيضا بفتح تلك الصخور وجدوا أنها تحتوي على حلقات كتلك التي تكون في جذوع الأشجار، مما تمكنهم من حساب عمر تلك الأحجار، كما أنهم وجدوا أنها تتنفس ولها نبض يقاس بأجهزة شديدة الحساسية. ليس ذلك فقط، ولكنها أيضا تتحرك 2 سنتي ونص كل أسبوعين، وحركتها في شكل إزاحة نتيجة زيادة كتلتها من جهة أكتر من الجهات الأخرى. فسبحان الله العلي العظيم. وبكده يا أصدقائي أكون وصلت نهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو حابين تعرفوا وتتابعوا معلومات أكتر وأكتر اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان توصل لكم الفيديوهات بالمعلومات أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.